السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول نروح نشوفوا لا فيديو هذه تاع 12 أكتوبر، نشوفوها مع بعض منها ما ونشوفوا واش كان فيها وسرارها. انا مقصدر في راسي وما على بالي حتى بقسام واحد، قسما بالله ما على بالي بقسام واحد. بن زديرة تعرفوه باللي مقرمت في راسو، انا مقصدر في راسي مقصدر. Show me your passport. ID. في نهاية المسلسل المكسيكي فيلم الهندي اصبح المعني بالامر هو بن زديرة. من الصورة هذه نجبدو اسك بن زديرة قادر يكون اجون دوبل اجون لما يقدرش يكون. نروح نتفرجو ونسمعو لو 6 ديسمبر وش يقول بن زديرة. نروح نشوفو. المخابرات المغربية هنا نعرفهم وحدي، المنصوري نعرفه، انا تلقيت معاه مدير المخابرات الخارجيه المغربيه، نعرفه ويعرفني وتلقيت معاه، وهذه قلتها في وقتها تلقيت معاه 2017 كي تلقيت معاه قلت تلقيت معاه وحب يجندني وقلت له طيط حب يجندني هو وانور مالك الحركي، حب يجندني مع انور مالك يحسبوني حركي كما هو. هذا المنصوري انا نحتاج بعجه ويسموه وعايسو ايوب يوصلوني المخابرات المغربيه وحدي. تليفون نعيط المنصوري، الو المنصوري اروح نسقاوه في باري. حموشي درك ندير له نداء نقول له الحموشي راني راح نصالح انا وياك، هيا نتلاقاو في مدريد ولا في فرنسا نتغداو ونسني معاك عقدرني معاك. هنا هذا هو مربط الفرس تاع امير ديزاد 11 اكتوبر. يقول لك بلي هذا معاد الكولونيل تاع لي سيرفيس دو رونسينمون اكستيريور يبعث لبن زديرة موندا باسمه الحقاني. غير بالك شان كابيتان ما يعرفش اسم الحقاني تاع الكولونيل هذا. اسك الكولونيل هذا غبي يدز النون برينون تاعو لو فري نون برينون تاعو بن زديرة اللي قادر يكون دوبل اجون. درك نروح نشوفو لا فيديو تاع لو 12. شوفوا الصورة هذه، يعني ما الجزائر ما عندهاش الناس اللي يقدروا يمدوا الامانه لبن زديرة سمح بلونفلوب باش ما يخليو اوكين تراس، يديروا ميم لي غون. والله يعني هذو غبيه ولا كيفاه. نروحو نسمعو امير ديزاد بعد لو 11 واش يحكي لو 16 اكتوبر. نروحو نسمعو طري بيان وحلو اذنكم نفهموا قضيه هذه قصة داخلة في الانفلوب. روح اسمعي. حنت يا كولونيل أسامة البياس تاع بلجيكا، على بالي راك تتفرج راك هنا الكولونيل، لانك انت خضره فوق طعام، انت دايرين غير تاع لي زونفلوب اللي حاطينه في البياس تاع بلجيكا او في السفاره الجزائريه ببلجيكا. لو كولونيل أسامة هو اللي مد لونفلوب البن خنزيره من لا كاس نوار، وطبعا لي كاس نوار اللي دايرينهم او نيفو تاع لي كونسيلا سي مدراهم الشعب الجزائري. احب يقول دراهم مش تاع معاد، هذا كولونيل معاد. احب يقول عنده من كاس نوار. ما فهمتش علاه يكشف اسمه الحقاني. الواحد دوبل اجون قادر يكون دوبل اجون. انا اليوم تولوا صحابي غدوه ما تعرفش بربكم على باش تقسمكم، لانه اللي بيعني بالفول نبيعو بقشورو. درك في لا فيديو هذه تاع 12 اكتوبر نروحو نشوفو الطرف هذاك، نسمعو الطرف هذاك يحكيو على الباسبور. نسمعو كلمة الباسبور ونحكيو عليه. Show me your passport. ID. بعد الشر تاع 12 اكتوبر على الباسبور نروحو نسمعو اليوم لو 6 ديسمبر واش يحكي بن زدير على الباسبور. نروحو نسمعو بعضنا. ولد ملوكه
البارح، هل كانت تعلم السلطات البريطانية التي قدمت لك اللجوء سابقا أنك تمتلك جواز سفر جزائري تحصلت عليه عن طريق المخابرات بين قوسين معاد يا عزيزتي بقصديرة؟ وكما يعلم الجميع أن أي لاجئ ممنوع عليه أن يتحصل على جواز سفر بلاده بعد حصوله على اللجوء السياسي. هل كانت تعلم؟ الجواب لا. وهل هي الآن تعلم؟ الجواب نعم. أوكي. وليد ملوكة هذا اللي مستواه محدود عنده معلومات خطيرة أكثر من المخابرات البريطانية. المخابرات البريطانية ما تعرفش، أغبياء، ما عندهمش معلومات بلي بن زديرة حشاها لهم. عنده باسبور تاع اللجوء يدور به، وعنده باسبور تاع الجزائري يروح به بالتخبيه للجزائر، يدخل الجزائر يشم الهواء في الجزائر ويعاود يولي. انا اللي يهمني دركا في الوقت هذا يهمني وليد الحركي. وليد الحركي شوفوا واش كتب: لماذا فر السعيد بن سديرة من لندن الى باريس؟ ومن بعد كي قالوا له ودي ما هربش راه كذا راح بدلها. شوفوا نفس الموضوع بدلوا. شوفوا انا قرأت لكم واش كتب، نفس الموضوع. ما علاقة رجل الأعمال طلحة بن نصاب بن سديرة؟ هو نفس الموضوع بدل العنوان فقط. وش يقول؟ استقر النصاب السعيد بن سديرة قي باريس، يعني في باريس، يقصد بعد هروبه من بريطانيا بعد عدة شكاوي قضائية دفعت مصالح سكوتلاند يارد لفتح تحقيق معمق كشف أنه زور عدة وثائق رسمية وانتحل صفة صحفي مضطهد ولاجئ سياسي، مع أنه كان حاملا لجواز سفر جزائري جدده 3 مرات آخرها في 2019. أوكي، آخره 2019. طيب كلمة تاع الجواز السفر، وليد ملوكة يهضر على جواز السفر عند بن سديرة الجزائري زعما. ختيتيل خاف لأنه شوية عنده شوية خاف، يقول لك ما عنديش معلومات رسمية، ما لا نقول باي باي وخلاص. لكن الموضوع هو نفسه في نفس الوقت في نفس الساعة، يعني اللي كتبوا فيها في 3. الدولة الجزائرية معناتها راهي مزورة، وراهي كما يقول لك الناس راهي لا تحترم قوانين المملكة المتحدة بريطانيا، وراهي تساعد في ناس باش يزوروا وثائق وباش يديروا كذا وكذا. وهو الكلام الذي قاله وليد الحركي أمين بالعزوق، لأنه معلومات مثل هذه يتكلم عليها وليد الخائن أمين بالعزوق معلومات خطيرة وخطيرة جدا. أنا الآن نتوجه بهذا النداء، وراح نعمل طبعا راح نقدم شكوى رسمية أمام المحكمة في الجزائر، من حقي طبعا لفتح تحقيق فيما يقوله وليد الحركي. هل بالفعل بن سديرة يملك جواز سفر جزائري راه يمشي به حاليا بالتزامن مع حمله لجواز سفر الأمم المتحدة أم لا؟ افتح تحقيق. في نهاية المسلسل المكسيكي فيلم الهندي أصبح المعني بالأمر هو بن سديرة. هذه يا خوتي نقول لكم هذه شغل راهو مسلسل منامة، مسلسل يعني فيه القضية تاع دوبلاجون، فيها لونفلوب والبيرمون، وشفنا فيها يعني قضية الباسبور. هذا كل منامة تاع 12 أكتوبر. آفرت هذه خلاص. كما كان نستناو المنامة الجاي إن شاء الله، كما نزيدو نجيبو لكم. هذه تبقاو على خير وتهلاو في روحكم.